بس هقول لك بقى الحلو اللي اتعلمته في امازون ان ما لهمش دعوه بالباوربوينت. انت حضرت في سوق وبعد كده امازون صح كده؟ ايوه. الفرق بين سوق وامازون فرق كبير. هضحكك. اول فرق ده من ناحيه الكونسيومر مش من ناحيه الشغل، عشان اضحكك بس شويه. اوكي. ايام سوق انت كنت بتخش على الوايت فرايداي بتلاقي الاسعار فعلا 70-80% بجد، 70-80% جامده. التلفزيون نازل ب 70% اقل، 60% اقل حاجه. دلوقتي انا ببص الاسعار ايه 5% دي، يعني هو بيقول لك ان هو 70% بس هو الحقيقه ان هو نزل على السعر الحقيقي 5% ولا 10%. ايه ده؟ فده كان a big difference الشيفت. بس from a work perspective احنا a lot more agile ايام سوق. actually Amazon is not as agile as people think. Amazon is very عندهم البروسيس حلو قوي، وعندهم كل حاجه في بروسيس وفي تمبلتس لكل حاجه. بس هقول لك بقى الحلو اللي اتعلمته في امازون ان ما لهمش دعوه بالباوربوينت. ما يعرفوش يعني ايه باوربوينت. اوكي. كل حاجه دوكيومنتس. كل حاجه. اي ميتنج هتخشه لو انت ما كتبتش دوكيومنت قبليها انت مش هتخش الميتنج اساسا، مش هتعمل عندك ميتنج. لان اول حاجه اول نص ساعه في الميتنج في امازون ايه؟ اقرا الميتنج دوكيومنت، علشان احنا مش هنقعد ندسكاس ايه هو التوبيك، احنا هندسكاس تو ديبيت اللي انت كاتبه ده صح ولا هياخدنا في مكان تاني. we're not explaining. انت بتقرا you understood everything. يلا بقى عندك questions وبندسكاس questions عشان to better the document عشان نعمل decision. انت النهارده في اي شركه بتعمل ايه؟ تحط باوربوينت. اول حاجه بتعملها ايه لما تخش الميتنج في الباوربوينت؟ تحطها على السكرين وتقعد تشرحها. صح. وطبعا ايه لما بتشرحها ايه اللي بيحصل؟ يجي حد يقول لك ايه طب وات اباوت ذس، تقول له لا ما دي جايه. انت بتقتل كل الكلام ده. انت بتحط الدوكيمنت وبتطبعها، كل واحد بيقعد يقراها في الميتنج وبعد كده ويدسكاس التوبيك رايت اواي. بس انت كنت كتبت كل حاجه، فما فيش بقى ايه طب it's gonna come later، طب what do you think about this.